فشركة بريستون ليندا هي أحسن خدامة في البيرو. المدير ديالها دونوفان عجبو بزاف الريبور ديالها وشكر المهارات ديالها، ولكن ما خلاهاش تحضر للاجتماع ديال مجلس الإدارة. وعدها باللي غادي يعلم كل شيء باللي هذيك خدمتها، ولكن ملي بدا الاجتماع دونوفان حيد سميتها وخدا هو الفضل. ليندا حاولت تشارك الإحباط ديالها مع وحدة من زميلاتها في الخدمة، ولكن بانت غير غريبة الأطوار وفي شكل. ملي حاولوا الخدامة الآخرين ينظموا شي خرجة حاولت تهضر معاهم وتمشي معاهم، ولكن ديما كيبعدوا منها. في الدار ليندا ما عندها لا صحاب لا عائلة، بوحدها في تصاورها ديال العطلة، والونيس ديالها الوحيد هو الببغاء ديالها. ومع ذلك ليندا ديما كتبقى إيجابية وكتظن أنه مع الخدمة الكافية غادي تلقى النجاح شي نهار. مول الشركة كان قال لها باللي هي التالية اللي غادي تولي نائبة الرئيس. من بعد العشاء عزيز على ليندا تتفرج في سورفايفر. كتوبها وتصورها ديال العطلة كيبينوا الاهتمام ديالها بموضوع النجاة. في النهار التالي برادلي خدا بلاصة باه اللي مات كرئيس للشركة. ليندا دغيا خبعت غداها وزربات باش تقدم راسها، ولكن باقا عندها المايونيز في وجهها. داكشي علاش برادلي تقزز منها. حاولت دير شي نكتة على الصباطات اللي زادت خلات برادلي يحس بالحرج كتر ومشى البيرو. من بعد برادلي لاحظ المايونيز في يدو وبدا كيتشكى شحال ليندا مقزة. المدير التنفيذي فرانكلين علمو باللي ليندا كانوا وعدوها بمنصب نائب الرئيس، ولكن برادلي قال باللي غادي يعطي ديك الترقية لدونوفان. فرانكلين شرح ليه باللي الشركة كتعتمد على ليندا وحتى باه كان كيرمي عليها كل شيء. برادلي ما تسوقش وبغاها تبدل البيرو آخر باش يبعدها عليه. ديك الساعة فرانكلين قال ليه بواحد اليأس باللي عندهم اجتماع مهم جاي في بانكوك. دونوفان ما يقدرش يدبر راسو بوحده. في الحقيقة حتى واحد ما لقى الحل للمشكل ديال الملحق دال. برادلي وافق باش يدي ليندا في السفر، ولكن غير باش تعاون دونوفان، ما غاديش يسمحوا ليها تحضر لأي اجتماع. من بعد ليندا لاحظت باللي برادلي ودونوفان كيضحكوا بجوج. واحد الزميل في الخدمة علمها باللي كانوا أصحاب في الأخوية وباللي دونوفان ترقى لنائب الرئيس. ليندا معصبة مشات كتجري البيرو ديال برادلي باش تسولو علاش ما خداتش الترقية، ووضحت ليه باللي دونوفان يلاه دوز 6 شهور هنا وهي خدامة 7 سنين. برادلي شرح ليها باللي ليندا مزيانة في الحسابات ولكن ماشي مزيانة مع الناس، وهو خاصو شي واحد اللي يقدر يقنع الناس باش يجيب صفقات تجارية. كيدير ليها إشارة باللي عندها شي حاجة بين سنانها وكيزيد يحرجها. كحل وسط كيقول ليها تمشي معاهم لبانكوك وتحل المشكل ديال الملحق داي باش تثبت ليه العكس. ليندا كتحاول تعترض ولكن برادلي كيتجاهلها باش يلعب الجولف. في ديك اللحظة كتجي زوري خطيبة برادلي، وليندا كتشوف الخاتم الغالي بزاف اللي لابسه. فاش كتحاول تمشي برادلي كيقول ليها ان الناس كيتشكاو من انها كتغدى في البيرو ديالها على قبل الريحة، داكشي علاش خاصها تاكل في فقاعات الاستراحة. هذه كانت كذبة، هو الوحيد اللي كان منزعج من هادشي. ليندا كتمشى وسط البيرو وهي شاده البوكيه بصعوبة وحاسه بعينين كلشي عليها. كتقدر توصل للطوموبيل ديالها وكتحاول تقنع راسها انها كافيه، ولكنها باقا كتبكي. صباح السفر ليندا كتوصل للمطار كلها طاقه وكتعلن انها حلات مشكل الملحق دي، ولكن برادلي ما مسوقش ليها. خلال الرحله ليندا كتبقى خدامه بينما الدراري كيضحكوا. دونوفان كيكشف انه لقى فيديو الاوديسيون ديال ليندا لبرنامج سورفايفر وكلشي كيضحك عليها. فاش ليندا كتعرف شنو واقع كتعصب لدرجه انها كتقرر ما تصيفطش التقرير ديالها بالحل. فجأة طيارة كتبدا تهز للثواني والمضيفة كتطلب من كل شي يجلس ويحزم حزام الأمان. برادلي وليندا كيديروا هذيك الساعة، ولكن برادلي كيطلق نكتة وكيقول غير الضعفاء اللي كيحتلوا حزام الأمان. داكشي علاش الآخرين كيضحكوا بلاصة ما يجلسوا. فاش الطيارة كتبدا تهز ثاني دونوفان وجوج موظفين اخرين كيتلاحوا في الكابينة. في ديك اللحظة كتشعل العافية في الطيارة وكتبدا تهبط. الحيط كيتهرس وكيوقع نقص في الضغط في الكابينة، داكشي اللي كيخلي واحد الموظف يتجر لبرا. دونوفان كيشد في رجل ليندا وهي كتعطيه يديها باش تعاونو، ولكنه كيطلب ليها كرسيه. في نفس الوقت الدري الاخر كيحاول يشد في برادلي اللي كيدفعوا ديك الساعة. الموظف كينجح يشد في رجل دونوفان، فاش نضادر ليندا كيطيروا كيضربوه في وجهه. بما ان دونوفان كيبقى يقول له يطلق، الدري كيعض ليه رجلو ودونوفان كيرد عليه بالضرب. من بعد دونوفان كيشد ليندا من عنقها وكيطلب الكرسي مرة أخرى، داكشي علاش هي كتهز فرشيطة وكتضربو في يديه باش يطلق. بجوج الرجال كيتجروا برا الطيارة وكرافاطة ديال دونوفان كتوحل في الثقبة، داكشي علاش الجسم ديالو كيبقى يضرب في الزاجة. فاش كيطلب المساعدة ليندا كتسد الشرجم. من بعد ما كتفقد واحد من المحركات ديالها الطيارة كتحط في البحر والماء كيبدا يدخل للكابينة. ليندا حبست النفس ديالها وهي كتصارع مع حزام الأمان. ملي قدرات تحل راسها بدات كتعوم لقدام وتصدمات بجثة المضيفة.
غوتات قبل ما تخرج من الطيارة وتوصل للسطح باش تكتشف أنها في وسط الخلاء. دغيا الطيارة غبرات تحت الماء. في الصباح اللي موراه لقات ليندا راسها في واحد الجزيرة. بقات كدور شوية حتى لقات باللي برادلي حتى هو كاين تما. كان فاقد الوعي وعنده جرحى غارقة في رجلو. ليندا ضربات حجرة بحجرة أخرى باش تصاوب بحال شي موس واستخدمته باش تقطع النباتات. من بعد جمعات شي عراش وأغصان وبنات واحد الملجأ. حفرات حتى واحد الحفرة وحطات قشور الكوك باش تجمع الماء. في العشية بدات كتصب الشتا، ولكن ليندا كانت محمية في الملجأ ديالها وهي كتهلا في برادلي. في النهار اللي موراه ليندا شربات الماء من الكوك. في ديك اللحظة فاق برادلي وعطاتو حتى هو يشرب شوية د الماء. جاتو بحال شي انهيار عصبي ملي سمع باللي حتى واحد آخر ما نجا، وشكر ليندا حيت عاوناتو. من بعد خدمات ليندا مزيان بشي أغصان وراق باش تشعل العافية. شدات حتى واحد الحوتة وطيباتها فوق العافية. ملي عطات منها لبرادلي ما بغاش ياكل حيت ما كيحملش ريحتها. داكشي علاش ليندا بزات عليه الماكله في فمو. في الصباح اللي موراه ليندا كانت فرحانه بزاف حيت لقات واحد وزغات البحر، ولكن برادلي تعصب وسولها علاش ما صوباتش شي اشاره استغاثه ولا قلبات على شي جهاز GPS في الطياره. ليندا قالت ليه باللي الاولويه ديالها كانت هي تبقيهم على قيد حياه، ولكن هو كان كيشوف باللي الاولويه خاصها تكون هي يتعتقوا. ملي برادلي حاول يوقف حس بواحد الالم كبير. داكشي علاش ليندا حاولت تعاونو، ولكن هو ما بغاهاش تقيسو. عايراتو على يديه الرطبين وبرادلي تعصب وفكرها باش تهضر معاه باحترام حيت هي خدامه عنده. ليندا مقلقه هزت حوايجها وخلاتو بوحدو. مع دوزان السوايع حاول برادلي يبين باللي راه مزيان بوحدو، ولكن بدا كيحس بالعطش والجوع ووعى باللي ما يقدرش يدير هادشي بلا بيها. ديك الليله واحد الريح مجهد طير ليه الملجأ ديالو. في النهار اللي موراه بدات الشمس كتحرق ليه الجلد ديالو وسخف. جات ليندا تشوفو ومعها شويه د الماء وعلماتو باللي ما بقاوش في البيرو وهو وافق. شويه من بعد برادلي اخيرا كان كياكل. ليندا قالت ليه باللي شافت شي اثار ديال الحلوف، داكشي علاش صوبت واحد الرمح باش تصيدو. برادلي ما كيعتقدش ان ليندا ديال المحاسبه تقدر تصيد خنزير بري، وليندا دغيا صحات ليه المعلومه وقالت ليه انها في الاصل من قسم الاستراتيجيه والتخطيط. فضحاتو حيت كذب عليها، وملي قال لها انه شاف خدمتها كان واضح انه ما شاف والو. في الغابه تبعات ليندا الاثار اللي في الارض، ولكن تجمدات في بلاصتها ملي سمعات شي صوت. على غفله بان الخنزير من موراها وطيرها للارض. لحسن الحظ وحل مورا واحد الشجره طايحه، داكشي اعطاه الوقت باش تهرب. من بعد الخنزير دار على الشجره وبقى كيقلب عليها وما حبس حتى لقى الفاستا ديالها طايحه في الارض. ليندا نطات عليه من الفوق وطعناته في عنقه، ولكن الرمح تهرس والخنزير جرى باش يطيحها من على ظهره. ملي هجم عليها استعملت النص الاخر ديال الرمح باش تعاود طعنه مره اخرى. واخا هكاك الخنزير بقى حي وبقى كيدفل عليها الدم والمخاط في وجهها. ليندا بفقدان الامل جبدات النص الاول ديال الرمح من عنقه وبقات كطعن فيه لعينه حتى قتلاته. شويه من بعد ليندا حطات راس الخنزير قدام برادلي بكل فخر وعلماته انها عزيزه عليها الصيد. ديك الليله بجوج بيهم استمتعوا باللحم اللي كان بنين. شي ايام من بعد كانت ليندا كتستكشف حتى لقات واحد الشلال وقررت تدوش. فجاه سمعت واحد الصوت وشافت واحد الباطو قريب. ليندا زربات باش تطلب المساعده، ولكن حبسات راسها ملي عاقت باللي راها لقات راحتها هنا. من بعد رجعت للمخيم وعطات لبرادلي شويه ديال الماء ووراتو الصاك اللي صايبات بالاوراق، ولكن برادلي كان معصب حيت دازت جوج سيمانات وباقي ما لقاوهمش. ملي طلبت منه ليندا يبقى ايجابي برادلي تقلق عليها وبدا كيغوت وقال لها خاصهم يصايبوا قارب. ليندا ما بقاتش عجبها الفكره وبداو كيتناقروا. دغيا برادلي فهم انها فرحانه بالوضع كيف ما هو وحاول يمشي، ولكن كان كيتمشى ثقيل بسبب رجله المجروحه. قال لها ان ليندا معتبره راسها شي حاجه كبيره، ولكن هو رئيس ديال شركه مهمه. ولكن ليندا ضحكات وفكراته باللي باه هو اللي دار داكشي كله وباللي هو غير ولد الفشوش. ملي جرى عليها برادلي ليندا زادت في الضحك. برادلي مشى وحاول يدير المخيم ديالو،
ولكن واخا شنو ما حاول يدير كل شيء كيفشل. في ذاك الوقت ليندا كانت بنات بيت صحيح، طربوش وحتى هاماك، بلا ما نهضروا على الماكله اللي عندها، وايضا استعملت العواد باش تكتب كلمه هيلب على الرمله. هو جا فيه الجوع لدرجه انه شد واحد الحشره وحاول ياكلها، ولكن كانت مقززه بزاف لدرجه انه تفلها. في الاخر برادلي قرب من ليندا اللي كانت صوبة الطبلة وعرض ديال السوشي. حاول يكون ظريف، ولكن هي بهدلاته ملي وراتو باللي عنده شي حاجة بين سنانو. ديك الساعة شاف باللي عندها موس، شرحت ليه باللي لقاتو في الشط. برادلي بدا كيعتذر على تصرفاته، ولكن ليندا طلبت كتر. هضر ليها على شحال نقص منها وعلى شحال هي مهمة للشركة. بقات غير كتاكل وكتشرب باش تضحك عليه. وهكذا برادلي طاح على ركابه وهو يائس وواعدها باللي غادي يعاونها، حيت بقات كتلعب ليه على أعصابه. برادلي في الآخر بقى كيرغبها وكيعرض عليها أوقات ماشي هي هذيك. ليندا حبساتو ديك الساعة وفي الآخر وافقت ترجعو معاها. في العشية ليندا دات برادلي تليشها باش يداوي ليه رجلو. وصلوا للجبل وخداو طريق ضيقة بزاف فين كان خاصهم يديروا شي قفزات خطيرة. ليندا وراتو باللي كاين غير الماء على بعد أميال قبل ما يكملوا الطريق. من بعد وراتو كيفاش يقلب على التوت السام، خاصهم يحكوه على جلدهم باش يشوفوا واش كاينه شي حساسيه. في الاخر وراتو جوج حجرات دايرين بحال علامه اكس وشرحت ليه باللي في هاد البلاصه من الجزيره كاين غير الشوك السام ونباتات سامه، خاصهم عمروه ما يمشيو تما الا بغاو يعيشوا. وهما راجعين برادلي قرر ياخد استراحه باش يريح رجلو. فجأة الأرض تهرست تحت رجلين ليندا وخصاتها تشد في شي نباتات باش ما تطيحش. برادلي ديك الساعة مد ليها يدو وعاونها تطلع. طاحوا فوق بعضياتهم وبقاو كيضحكوا على الموقف. في العشاء ليندا كشفت ليه باللي كانت كتصاوب الشراب من الفواكه المخمرة ودابا خاصو يكون وجد. بالليل بجوجهم سكروا. ليندا فجأة قالت ليه باللي كانت مزوجة. علاقتهم دامت 10 سنين قبل ما يموت، ولكن ليندا ما حساش بالذنب حيت كان راجل ما كيبغيهاش. برادلي قال ليها باللي عارف هاد الإحساس حيت عمرو ما عرف باه بصح. الراجل كان ديما خدام وعمرو ما كان عنده علاقة مع ولده ولا مرته. مو كانت كتعنفو وبرادلي كيحاول ما يحقدش عليها حيت جدو كان كيدير ليها نفس الحاجة. هادشي شجع ليندا باش تعترف باللي حتى راجلها كان كيعنفها وكان كيعجبو يشرب. كانت ديما كتخبي السوارد ديال الطوموبيل ملي كيشرب بزاف، ولكن واحد الليلة تخاصمو خصومة خايبة ودار ليها شي حوايج خايبين. ليندا صافي طلعت ليها في الراس وخلاتو ياخد السوارت، مشى في الطوموبيل ودار كسيدة اللي قتلاتو. عمرها ما عاودت هادشي لشي واحد وخلصت في الاخر باللي خاصهم ما يغادروش الجزيرة. في الصباح اللي من بعد فاقت ليندا وراسها كيضرها بزاف. ملي مشات للشط باش تغسل وجهها شافت برادلي كيعوم وعاد ردت البال شحال هو زوين. في العشية ضربت واحد العاصفة خايبة في الجزيرة وليندا دفعت برادلي باش تعتقو من واحد الشجرة كانت غطيح عليه. من بعد جراو لواحد الغار باش يتخباو حتى تدوز العاصفة. برادلي عنق ليندا باش يبارطاجيو السخونية ديال الجسم. في النهار اللي من بعد فاقت ليندا بوحدها في الغار ومشات كتقلب على برادلي اللي لقاتو في الغابة. المخيم ديالهم كان تخرب وليندا طلبت منه السماحة حيت بناتو قريب بزاف للبحر. برادلي قال ليها ماشي مشكل، يقدروا يبنيو واحد جديد مجموعين في بلاصة عالية. شي وقت من بعد ثنائي ولا عندهم مخيم جديد. ملي برادلي حس برجليه بدات كتقصح خرجوا يتمشاو وشكرها على كل شيء اللي علماته. في العشية تطوع باش يطيب العشاء واعترف باللي هذه أول مرة كيطيب فيها في حياته. فجأة ليندا بدات كتحس بالدوخة وعاقت به دار ليها التوت الخايب في ماكلتها قبل ما تطيح. ديك الساعة برادلي جرى للغابة ورجع بواحد الغوندا طوافة كان كيبنيها في الخفاء. طلع فوق الماء وبدا كيبعد حتى ضربته واحد الموجة. الغوندا بقات في بلاصتها وهو فرحان بالخدمة ديالو، ولكن ملي ضربته موجة ثانية الغوندا تفرتات وموجة ثالثة كبر منها لحت برادلي في الماء. بدا كيغرق بشوية بشوية وكيتخايل باللي زوري جات عنده، ولكن هي تقيات عليه. في الواقع ليندا هي اللي عتقاته وبقى مريضة بداك التوت. فاش وصلوا للشط بدات كدير ليه الانعاش القلبي الرئوي والمزيد من التقيؤ كيطيح على وجه برادلي. في الصباح اللي من بعد ليندا وكلات برادلي قبل ما تشرح ليه باللي خاصها تعلمو انه ما بقاش هو اللي متحكم. فجأة برادلي بدا كيحس براسو مريض وليندا كشفت ليه باللي وكلاتو واحد النوع ديال الاخطبوط اللي كيطلق واحد السم كيبلوكي الاعصاب ديال بنادم. غادي يبقى واعي ولكن الجسم ديالو ما غاديش يقدر يتحرك. ملي برادلي تبلوكا كامل ليندا حطت الموس ديالها فوق العافيه وحيدت لبرادلي حويجو وهي كتهضر على كلبها القديم اللي خصاتو باش يولي مطيع اكثر. قالت لبرادلي باللي خاصو يتقبل انها هي الشافه دابا وهبطت الموس لجهه اعضائه التناسليه وبينات بحال غتقطعهم ليه.
برادلي ما قدرش يحرك حتى عينيه، بقى غير كيبكي والدم كيطيح على وجهه. ولكن ليندا جبدات واحد الطوبه ميته وبينت ليه باللي كانت غير خدعه باش تخلعو. حلفت ليه الا دار شي غلطه اخرى المره الجايه ما غاديش تكون طوبه. ملي برادلي ولا شويه رجع لخدمته، ولكن بقى كيتجاهل ليندا اللي مشات كتقلب على الفواكه. فالشط اللي مقابل تصدمات ملي شافت زوري جايه في واحد الفلوكه. زوري جرات تعنق ليندا وعقلات على سميتها. ليندا قالت لهم باللي برادلي بخير، ولكن في السر ديالها ما بغاتش هادشي يتسالى. وهي غاديه بزوري والقبطان للمعسكر كانت كتسائل واش كاينين فرق بحث اخرى. اكدوا ليها باللي ما كاينينش. في الحقيقه زوري كرات فلوكتها الخاصه باش تكمل البحث. ليندا طلعت الثنائي للجبل وهي كتزعم باللي المعسكر كاين تما. ملي وصلوا لديك البلاصه الهشيشه وقفت زعما باش تربط السبرديله ديالها وقالت لهم يكملوا طريقهم. زوري ديك الساعه زلقات من الحافه والقبطان شدها وهو كيطلب المساعده من ليندا، ولكن هي ما تحركاتش. شويه من بعد رجعت ليندا للمعسكر وجلست في الشط كتصارع مع الاحساس بالذنب اللي دايره. برادلي قال ليها باللي خاصهم يمشيو يصيدوا، ولكن ليندا اعلنت باللي غادي تاخذ نهار ديال المرض. برادلي فكرها باللي ما يقدرش يديرها بوحدو وهو كيشوف الموس قريب ليهم. ديك الليله ليندا سمعت صوت زوري كيعيط بسميتها ولقاتها خارجه من البحر كتحبو. زوري عيطت ليها يا القتاله وليندا تخلعات وهي كدور البيل ديالها عاد فاقت باللي كانت غير كتهلوس ملي واحد الجثه خايبه نقزات عليها من اللور. ليندا فاقت. في الصباح برادلي حاول يمشي يصيد ولكن دار صداع والحلوف هرب. في ديك اللحظه شاف واحد اليد خارجه من الرمله وجاه انهيار عصبي ملي لقى الخاتم ديال زوري. بقى كيغوت بالغضب وهو راجع كيجري للمعسكر. ملي رجعت ليندا من التمشيه ديالها برادلي سولها واش قتلات زوري ووراها الخاتم. ليندا صرحت ليه باللي زوري غير زلقات وما قالتهاش ليه حيت ما غاديش يتيقها. برادلي اكد ليها باللي بصح ما تيقهاش وجبد ليها راجلها. داكشي علاش ليندا مشات باش تهز الموس، ولكن برادلي كان هازو. اذا ليندا بدات كتهرب. بدات واحد المطارده وبرادلي بالزربه ما بقاش كيشوف ليندا. قلب مورا واحد الشجره وشاف صباطها قبل ما تنقز عليه وتحاول تخنقو بالسيور ديال صباطها. في ديك المضاربه طاح ليه الموس. برادلي قدر يدفع ليندا وهو كينتف ليه شويه ديال الجلده من راسها وليندا عاوتاني نقزت عليه باش تكمل المضاربه. حاول يخنقها وهي ردت عليه بعضه في كتفو حتى هي نتفات ليه شويه ديال الجلده. من بعد عضاتو في يدو وبرادلي دخل ليها صبعو الكبير في عينها. ليندا قدرت تهز واحد الحجره وضرباتو بها لراسو ودوخاتو. في ديك اللحظه ليندا ضحكات ووراتو باللي الخاتم عندها. من بعد سرطاتو وطلعت له صبع هاد الوسط. برادلي مشى ليها وبداو عاوتاني كيدابزو. هاد المره ليندا شدات الموس وطعناتو في كرشو. داكشي علاش هرب دغيا. ليندا فكرت تبعو ولكن لاحظت انه غادي لدوك الصخرات اللي على شكل اكس وقررت تسنى. لحظات من بعد برادلي وصل للجهه الاخرى ديال الجزيره واكتشف ان هاد المنطقه ما فيهاش الخطر. في الحقيقه فيها دار ديال العطله. برادلي اللي معصب مشى كيجري لاقرب باب وقدر يدخل. غطى الجرحه ديالو بواحد الزيف ديال الكوزينه وخدا الماء بارد من الثلاجه. في ديك اللحظه سمع صوت ليندا كتفلى عليه. حل واحد الماجر ولكن لقى الماس كاملين ما كاينينش. ليندا ضحكت عليه حيت تايقه باللي الموس اللي لقات غادي يوصل للشط. ملي فهم انها كتهضر معاه من سيستم ديال الكاميرات برادلي رمى واحد الحاجه على الكاميرا باش يهرسها، ولكن ليندا باقا كتشوف برادلي وهو غادي للبيوت الاخرين. شرحت له انها ملي شافت داك الباطو شحال هادي تبعاتو وشافت شي خدامه كيحطوا المؤونه. عقلات على الكود ديال القفل ملي استعملوه ومن بعد دخلات. ليندا اعترفت ايضا انها ضربات قبطان الباطو باش تخليه هو وزوري يطيحوا ويموتوا. برادلي بقى كيتسلل بشويه ولكن في التالي حصراتو ليندا اللي لقات فردي. برادلي اللي يائس بقى كيبكي وهو كيعترف انه كان وحش، ولكن حلف لها انه تبدل بفضلها وقال لها انها احسن انسانه تلقاها، حتى انه قال لها كيبغيها وانهم يقدروا يعيشوا فرحانين مجموعين في هالدار. ليندا حتى هي قاتلو كتبغيه، ولكن في ديك اللحظه لاحظت ان واحد ديكور ديال الكاسكيت ناقصو قرن وان برادلي داير يديه مورا ظهرو. برادلي استغل اللحظه باش يهجم عليها، خلاها تطيح الفردي وجرحها بالقرن. دغيا هز الفردي وحاول يقتلها باش يكتشف باللي ما فيهش القرطاس. ليندا شدت واحد العصا د الجولف وضرباتو شحال من مره باش تقتلو في التالي. عام من بعد ليندا ولات مره ناجحه كتلعب الجولف مع المشاهير. ملي واحد الصحفي دار معها حوار تبين انه تم العثور عليها بوحدها فوق واحد الطوافه وسط البحر. كل شيء كيصحاب له انها هي الناجيه الوحيده، وحتى انها كتبت كتاب على التجربه ديالها اللي قريب يولي فيلم.
دابا كتكتب كتاب ديال المساعدة الذاتية باش تعلم الناس كيفاش ينقذوا راسهم. تأكدوا ديروا اشتراك وتفعلوا الجرس باش تقدروا تشوفوا فيديوهات كتر بحال هذا. شكرا على المشاهدة.